الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم سنتكلم حول الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، وسيكون درسنا اليوم حول أصل الملائكة، كيفية خلقهم أو النقاط الأساسية التي يتعلق بهم. وفي الجمعة القادمة إذا بقينا على قيد الحياة سنتكلم علاقة الملائكة بالبشر وبالدنيا، وظائفهم التي أمرهم الله بها أن يقوموا به. قالوا بسلمان إيرو أمتسا بحثا ركن عربي تيغوتن ركن بكرمانجي أمد بيجن قولون ياجي استون زاني چنه فديب أمد بيجن شاش حد ركن إيماني هنا. التركي كلمة كد بيجن شرط إسلامي بچكي لغورا جراماتيكي نراسته شرط نايغوتن، ولكن دمك يساكن وشخا مناسب ديتنه. قولون استون دين اسلامي اوی ایمانی ما گوشش حبن ما چند هفته بحثا ایمان اب خدا کرد، مزناتی خدا، قرآن داد، سرزمان پیغمبر کونه دا. ای روجی ایمان دویا رکن دویا ایمان به ملائکتای. الحمدلله امتاب بجن آمنت بالله و ملائکتی ام بیاد بجن ایمان خدا ملائکت خدا آنید آیت پیروز خدا امر مدکه. ای رو همینه کی بحثا ملائكتا إيمان بوان كاد قرآن دايت حديث داياج برامج بريكا خود أردخن في تشتهانه دورا موده كانوا در كتين كي مسلمان بعد بيجن حيرة والله إمام درخسته بيا كسكنا في خده قوتيه هناك تشهد بنت في القرآن ده قوتيه أشكوا إمام أشخاص بريكا خود أرخستيه مع الأسف أو جهالتي ونظانية إنسان ما هي حفتها تيك أمن مرن إجا علاقة ملائكة بالدنيا أو بإنسانه أمنا قاسم بردريش من إيرو هناك حفتها تيجي هناك بيجن إن شاء الله. أولا الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وذكر الملائكة وكذلك جعلها ركنا من أركان الإيمان بالقرآن ثابت. الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه، وبعد ذلك يقول كل آمن بالله وملائكته. إذن الإيمان بالملائكة ليس اختراعا، ليس شيئا جديدا، ولكن الله أمر. الله يقول تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل. الإيمان بالملائكة ثابت بالقرآن وبالسنة النبوية على رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إيمان بملائكة بقرآنها ثابت كرن بقرآنه. خدا عز وجل القرآن ده بحث ملائكة كرياد، مثلا سورة بقرة هردو آيات داوي كتب آمن الرسول پیغمبر إيمان آنية داوي خدا بجا كل پیغمبر وملائكة أمتاوي كتب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. خدا ملائكة إيمان آننا يد بكل أوانا تف إيمان خدا آننا بملائكة خدا آننا أوانا ركن خدا عز وجل قوتيه. دينك آيات دينا دا خدا عز وجل بجا كي كفر ببخوي كفر يعني إنكار خدا بكو أو ملائكته، يعني خدا عز وجل هر بشكل كي ایمانی بشکل که یقین باور ایمان آنیه گوتیه ملائکت جگره و ایمان بان بینن. خدا ابیاد قرآن هانه دا گوتیه او حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام او حدیث کاویه مشهور هیا که ظلام کیته داویه پیغمبر بجا بیا جبرائیل تو بجا کاج مرا بجا ایمان چیه پیغمبر بجا ایمان تی ایمان بخدا بین ملائکت ور حاصل تبقات بجا با آیت پیروز و بسنت پیغمبر ما انفعم تکن که إيمان بملائكته ركنك أركان إيمانية. ولكن من ناحية خلقهم كيف خلقهم الله ومن أي مادة خلقهم، من ناحية المادة هناك أحاديث نبوية يبين بأن الله خلقه من النور. الإنسان خلق من التراب والشيطان من النار والملائكة من النور، هذا الذي نعرفه، ولكن أكثر من ذلك نحن لا ندري عنهم شيئا. ولكن خدا ملائكته چه کریه ماده چه بونه تشتیک ام دزان الگور قرآن و الگورا سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم انسان ام جو آخه چه بونه ام لای آدم جلای آخه يعني دي اما آخه باب ما آخه مساکن و بیشن هم زیده قرآن نکن يعني ام جو آخه چه بونه جن تبع شیطان جو آگر چه بونه خدا ما جو آگر چه کریه ملائکت خوشی خدا نور درست کریه چوا چه کریه چند حبا درست کریه وظیفه من نهیدی اما ابقاسا نزان خدا گوتی آدورد افسک نهیدی زیده نکبن ناوه و نکارج ناو در کبن وظیفه مجی تسنیبونه خدای عز وجل ابقاسا. ولكن ما نعرفه من حق الملائكة
بأنهم منزهون عن الأوصاف البشرية التي نحن نتصف بها كإنسان. نحن نأكل ونشرب، هم لا يأكلون ولا يشربون. نحن ننام، الملائكة لا ينامون. عندنا زواج، الملائكة لا يوجد عندهم الزواج. عندنا شهوة ونعصي الله عز وجل، الملائكة لا يعملون هذا. لا أكل لا شرب لا نوم، ولا يعصون الله، يفعلون ما يؤمرون، ما يأمرهم الله به. الملائكة يقومون بهذا الأمر. ولكن تشتري أمزان من ملائكة ملائكتنا ملائكة إنك تشت أموان نواقع هبن ملائكة برشي نابنان ناخن برشي أري ملائكة نازوجن جناوانو ميريوانو كريوانو ديوانو بابيوانتنه ملائكة بأمريا خده جناكن وكما يعني إنك كافر إنك مسلمان إنك منافق إنك زنديق تننه ملائكة إنكش أمري خدا بجيتين طاعته خدا تكن بأمريا خدا ناكن فرق موان أبه ملائكة چبونه أمجي چبونه أمجي آخي أو جنور روني كايان بيجن ولكن ملائكة وكما زواج وانتنه كي جنا كي ظلامي كي چرحف جنوانه چرحف ظلامي وانه مير جنمر أو تنه ملائكة أمجوانا نابجن ميرو جنجي على قمجي تنه مير جن أمين زانن ملائكة خدانا وظيفة كيدكن ملائكة وكما بأمريا خده جناكن مثلا إلو أم بسلمان إمام خده تينن يهودي تشتكي دينه خريستيان تشتكي دينه بوذي تشتكي دينه ملحد بإيمان يعني هريك ملائكتنا ملائكة يك حبكي جروبك أوج أهل إيماننا أبيج در حق ما دام دزانن وأمر آخر الملائكة الله عز وجل أعطاهم القدرة على التشكيل يتشكلوا بإمكانهم أن يدخلوا في صورة الإنسان وقد ذكر القرآن من هذا الأمر ملائكة الله جبرائيل عليه السلام كان أحيانا يأتي إلى الرسول وهو بشكل إنسان وفي حرب البدر الصحابة أعانهم الله بآلاف من الملائكة وقد رأى الكفار بعض منهم رأوا بأنهم بشر ولكنهم في النتيجة طلعوا بأنهم ملائكة كانوا أرسلهم الله إعانة للمسلمين. إذن هذا الله عز وجل أعطاهم القوة يستطيع أن يتشكلوا ولكن بأمر الله وإذنه عز وجل. ملائكة تشكي وانا دني هي دكارن بكفن هنيكي شكل ولكن شكل باشها حاشا نه كرا نه كوچكا نه سيا نه بسيكاونا ابي كو تاريخ بحث كه قرآن الكريم قوتيه او صحابيه ديتيه ملائكه كتنه شكل ظلامه انسان مثلا او حديثك مقابا ديگو یک هاش پیغمبر را گو شکل انسان دهات و انسان کی و جلس بی لبون پاری رش بو پاقش بو ظلام کی خريب ظلام کی و کمن و يعني تكفن شكل انسانا ده حرب بدر ده خدا عز وجل قوم 5000 ملائكه شان اليكاريا مسلمان اكرم هناك كافر وهناك مسلمان وان كافر وان صحابي ملائكه ديد حتى يك جوان كافر اسير دغرن تينن جان پیغمبر داويه پیغمبر رد به حره کی غریب گرتو نابا ودا تنبون تا بود بك يوا دريج بونزام چا بو تماشات كوا يك مسلمان بچوك ملي گرتي والله ذي نبو ايك مليم گرتو نبي ابيانا يك دنيا ابو ابي از كارم فيه والله يك دي مليم گرتو مناني بو پیغمبر بجو ملائكه بونه يعني ابانا هاتن اشهاد ولكن بلكي بكمن شكل حيوان اكيديا بجم طيره كم ينزان اما بكنجي تشتي باك ودلال ومحترم شاهد اي انسانانه ولكن هر ناك من شكل تشتي بيس يعني بيزان مثلا جند كارم كم شكل كوچكا شكل معرا اما ملائكه حاشا خدا عز وجل بي او كنادا اما اي انسان كارم وكذلك الملائكه لهم اجنحه الملائكه لهم اجنحه الله عز وجل يقول مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء كتب السنه يقول بان الرسول راى جبرائيل وهو على خلقته الاصليه له أجنحة كثيرة ملأ بين الأرض والسماء إذن لهم أجنحة ويزيد في الخلق أي هناك لهم أجانح أو أجنحة كثيرة على كل لهم جناحين وأكثر حتى يطيروا بها وظانم كرمانجي باسك شنا باسك بر ملائكة خدات بجا بر ملائكة هنا كما هنا قاجمون بفرن ورحاسب خدای عز وجل دايوان أوجي كريا سببك بهارن ورن بلکه يعني من زانچ بکی خدای وان چا و چیکر اموج نزانن لی خدا دبجه پر و باس که وان هنه دو سه و چار او ده هناك ملائكات هنا بلكي بحزاره پر وان هبنه چقا ملائكات مازن به مقاموي تدي مثلا دولت
مدور بانك كبتشوك هي او مزنه دولته مدور بانك حبكي شوفيري هي حبكي بكتشي بيا وقتي بيا تدي بشكي مازن دبت بندحه بشكي مازن ده سيحب ودبا مازنه دولته بحزاره انسان دوراوينه يعني نوبات ايد كرن اوان ملائكه تجي باس كمان عسكري وان بلكي خدا عز وجل اي پر مازن كريه قلت برا 100,000 عباس كتهب خدا زانم ويا نزانن ور حاصل خدا دبجه 2 3 و 4 ود هازده كتاب دبجه پیغمبر علیه الصلاه و السلام حضرت جبرائیل دجارا سر شکلی اصلی ابي ملائکتی خدای چی کردیتیه پرو باس کی نابر عرض و عصمان تبتجی کربون عرض و عصمان تبتجی کربون اوجی دمکی اب قسم مازنه ایرو در سماحت برا بس در حق ملائکت دا حفتاتی خدا عز وجل عمر مدرج بك ام نمرن ام بحثا علاقه ملائکتا بانسان بكن بدنیای رکات وظیفه خدا دایوان و اف فائده وجمارة شيء مبزان بن إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله حول علاقة الملائكة بالبشر ابقوا في حفظ الله ورعايته أجمعين بارك الله فيكم.